السلام عليكم. معكم عبد الحنين الجعفري، أصالة عن نفسي ونيابة بوكالة عن المهاجر المغربي الحاج قاسم الفرجاني، المهاجر المغربي بالديار البريطانية. هذا الرجل الغني عن التعريف والمناضل من أجل الوحدة الترابية لدى مختلف الحكومات المتعاقبة بالمملكة المتحدة، إلى حين أن أقرت المملكة المتحدة بدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا هو مستثمر مغربي باع واحد البقعة بإقليم العرائش بناء على واحد العقد البيع اللي تم. هذا العقد اللي كان فيه التزوير والنصب والاحتيال والإدلاء ببيانات غير صحيحة. هذا العقد هو موثق من طرف موثقة المؤرخ في 11 نوفمبر 2022. هذا العقد هذا تم بين قاسم الفرجاني وواحد الشركة وهمية ما تأسسش قطعا، لم يتم حتى الإيداع القانوني ديالها لدى مصالح السجل التجاري بإقليم العرائش. هذا العقد بموجبه اشترت هذه الشركة الوهمية اللي تنقول غير قانونية بناء على القانون 596 المتعلق بالشركات التجارية، خصوصا المادة منه 98 التي تنص على يترتب عن عدم نشر إيداع ونشر الشركات بالسجل التجاري عن بطلان الشركة والعقود. ملي كنرجعوا لهذا العقد الأولي اللي هو ديال 11/11/2022 يعني تم تفويت عقار لفائدة هذه الشركة الوهمية مع التزامات بأداء 500 مليون وهي لا وجود لها. قام المعني بالأمر برعاية المحامي اللي كينوب عليه بشكاية تم إيداعها بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة نهار 18 ماي 2022، واللي تحلت البحث 19 ماي 2022. بعد ذلك تم إحالة هذه الشكاية على ولاية أمن طنجة، علما أن المشتكي هو مهاجر مغربي بلندن والمشتكى بهم إقليم العرائش، وإقليم العرائش أمنيا كيتبع لولاية الأمن ديال تطوان. بعد ما مشيت نشوف المآل ديال الشكاية، رجعت من الأمن الوطني ولاية الأمن ديال طنجة، حالت النيابة بعد مجهودات نمشيو سير واجي عاد حالوا على إقليم العرائش. بعد ما تحالت على إقليم العرائش استمعت لي الضابط القضائي بإقليم العرائش نهار 12 يونيو 2022. داز الأسبوع الأول ما كاين والو، داز الأسبوع الثاني ما كاين والو، داز الأسبوع الثالث ما كاين والو. بديت كنتحرك على صعيد النيابة العامة، عاد استمعوا للمشتكى بهم نهار 14 يونيو بعد شهر ويومين، عاد استمعوا لهم. هذا السيد هذا المشتكى به الطرف الرئيسي تدعي أنه عنده نفوذ بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وبالفعل هادشي لمسناه، بحيث طلبت مقابلة السيد الوكيل العام لدى الملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، استقبلني وتشكيت ليه من البطء ديال المسطرة. بعد ذلك قام بتعيين أحد نوابه لتتبع هذا الملف. بعد ما رجعت عند السيد النائب تيقول لي بلي راكم تخلصتوا
حنا اصلا ما تخلصناش بناء على العقد الاولي ديال 11/11/2022 اللي كتشير فيه الموثقه على ان تسلمات 20 مليون عن بطريق دفع بحساب الموثقه المفتوح لدى الخزينه العامه الاقليميه بالعرائش، ما توصلت حتى درهم، وكنتحداها ما توصلت حتى درهم، ما كاين لا 20 مليون، والدليل انه ما ذكرش المراجع. لو كانت هاد 20 مليون نقدا غتذكرها نقدا، لو كانت هاد 20 مليون شيك غدير المراجعة الشيك، لو كان تحويل بنكي غادي دير تحويل بنكي. بقات 480 مليون تقسمات على جوج. الدفعة الأولى 200 مليون في أجل أقصاه 15 أبريل سنة 2023، ما توصلت بها لا هي لا حنا. منين كنمشي للنيابة العامة تيقول لي نتوما تخلصتوا، وهما ما عندهمش ما يفضل الخلاص حسب الالتزام ديال هذا العقد الأولي، وما بني على باطل بني باطل فهو باطل. احنا بنعرف انا علاش النيابه العامه بمحكمه الاستئناف بطنجه النائب الاول اللي مشيت، ما نقولش النائب الاول، تنقول السيد النائب الوكيل اللي تعين المره الاولانيه باش يدرس هذا الملف للدراسه، قال لي نتوما تخلصتوا. حنا كنتشكاو من العقد الاولي اللي هو ديال 11 نوفمبر 2022 تحت ما بيشوف فيه اللي تابت فيه التزوير، تابت فيه النصب، وتابت فيه الادلاء. الادلاء فين كيتجلى؟ الادلاء كيتجلى في القرض اللي توصل به المعني بالامر المشتكى به، خد واحد القرض تاع 100 مليون بالادلاء بهذا العقد ديال 11 نوفمبر 2022، كما تم الادلاء به وتقييده في المحافظه العقاريه، علما ان المحافظه العقاريه بالنسبه للشركات عندهم واحد الملف اللي كيتكون من الشهاده السلبيه، كيتكون من النظام الاساسي، التعريف الضريبي، والسجل التجاري. رغم ذلك انه المحافظ 11 نوفمبر، ورغم ذلك تم تقييد هذا العقد. هذا القانون الاساسي كيف قلت لكم ديال الشركه هو عندي، القانون الاساسي هو هذا القانون الاساسي ديال الشركه، تم التوقيع ديالو نهار 11 نوفمبر 2022 من المقاطعه لعند الموثقه. وحيت كنجي النيابه العامه تقول لهم انا ما كنجيش على الاداء، انا جيت على الفعل الجرمي، وكنأكدها انا جيت على الفعل الجرمي. حيت مشيت واحد احد النواب اليوم قال لي علاش ما ديرش شكايه مباشره؟ جاوبته ما الفرق بينهما، بين الشكايه العاديه والمباشره. الشكايه المباشره كنتوجه بها الساده قضاة التحقيق، والنيابه العامه من حقها باش تحيلوا على قضيه التحقيق. انا بغيت نعرف علاش، واش هذا السيد فعلا عنده نفوذ؟ الا كانت نفوذ هي تبدات دابا من 18 ماي، دابا حنا غاديين في شهرين و10 ايام، وباقي هاد الشكايه كتروج وما اتخذ فيها حتى شي قرار ليومنا هذا. واللي بغيت نضيف هو انه المعني بالامر اللي هو الحاج قاسم الفرجاني الله يشافيه كيعاني بعد هاد الازمه النفسيه. تجمد ليه الكتف ديالو، هذه شهاده طبيه من طبيب بريطاني في مده 3 شهور، تجمد ليه الكتف ديالو، زادوا تمديد تاع 3 شهور اخرى. يعني هذا السيد هذا الا ما تخدت ما وصلش العداله، لان ثقتنا كبيره في العداله، ما وصلش للعداله، مشات في المجرى ديالها الحقيقه على الصواب، هذا السيد راه غادي يتشلغ يجي شلل نصفي. لهذا انا كنتوجه السيد الوكيل العام لدى المجلس الاعلى لمحكمه النقد ورئيس النيابه العامه للتدخل لانصاف هذا المهاجر المغربي كباقي المهاجرين المغاربه. وشكرا.